على الرمال الذهبية لشاطئ صابلات بولاية مستغانم، يبدع الفنان التشكيلي عبد النور في رسم مجسمات وأشكال مبهرة، مستخدما الطبيعة كلوحة وأدوات بسيطة لتحويل الشاطئ إلى معرض مفتوح. حيث نقوم بعدة نشاطات دورية على مستوى الولاية خلال هذا الأسبوع. قمنا اليوم بنحت الشعار لقناة البلاد، غنية عن التعريف، حيث لاحظنا أن هناك تشجيعات من قبل المصطافين. اليوم خط عبد النور بمهارة شعار قناة البلاد ومجسم حوت ضخم، فشد أنظار المصطافين الذين توقفوا لالتقاط الصور وتوثيق هذه اللحظة الفنية النادرة. رانا شفنا هذا الفنان هنايا ما شاء الله، الله يبارك، راه رسم دوفان ورسم الرمز تاع قناة البلاد، الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله، يبان فنان الله يبارك. رغم الظروف تاع الشمس هذه ورغم الظروف تاع الجهد العضلي يبذلوا، ورغم الظروف ثاني يعس على الاولاد خايف اللي يهدموها له، الحمد لله نجح في الاخير راهو رسمها. بالنسبه لهذا الفنان انا كنت جالس على البحر ونشوف فيه ما شاء الله يخدم تمام، يعرف بالفن وما شاء الله عنه انسان كثير كويس وعنده خبره ما شاء الله، باين عليه عنده خبره. هذه تدعم السياحه، الناس تجي تشوف. إبداع عابر للأمواج يترك أثره في ذاكرة الزوار، ويؤكد أن الفن رسالة يمكن أن تولد من حبة رمل وتصل إلى قلوب الجميع. فمثل هذه المبادرات تساهم في تنشيط السياحة الداخلية وجعل الشواطئ وجهة للفن والاستمتاع.